ازاي تعملي ديكوباج على صينيه خشب من غير تأسيس بأبسط الخطوات ودمج بسيط والفينش كمان نظيف. لو عايزه تعرفي كل الحاجات دي تابعي سلسله الفيديوهات، هم 3، اتأكدوا ان تشوفوهم كل. ممكن ادخل معاها ابيض برضو عشان تعمل يعني تمويل شويه، لو انا مش عارفه اني اظبط الخلفيه بالظبط، فباخد بدخل انا على الخلفيه بتاعت الورقه اخليها زي خلفيتي يعني. اخلصها وارجع لك. انا هنا بقى حطيت خلفيه من تحت للترابيزه دي بالبيج، ودمجتها مع اللون اللبني. ماشي، احاول بس في بيج كده اتعمل على جنب عايزه اشيله. هحط لبني عليه بس، وهدي بقى هنا مدوره الطبق التاني. لا يمكن هدي، مفيش حاجه حبيبي. هدي هنا طبقه للشوطين، هصنفر هنا حته الزياده كلها. الفرشه المفروض لما اجي اشتغل بيها احطها في كيس، ولما اجي اشيلها عشان ما تنشفش يعني، بدل ما اغسلها وبعدين هبقى ارجع لها تاني. في تجديد الاساس ان احنا مش محتاجين ناسس السطح برضو بتاع الفرنتشر بتاعتنا، لكن ممكن نصنفر. يعني في ناس في الاجانب مش بيقول لك ممكن ما تصنفرش وكده، يعني ممكن تعمل ده في حاله ان دي القطعه بتاعتك في البيت، مش حاجه هتديها لحد، عشان لو هي حاجه انت عاملاها لحد مع النقل وهتتاثر ممكن الدهان يقع، فساعتها يعني يبقى كده الشغل مش صح. انما لو حاجه ليك انت في البيت وهي ثابته في مكانها مش هتتنقل يعني تتحرك وتخبط كتير، يبقى ممكن ما تصنفرش. بس هسيبها تنشف بقى دلوقتي بقى هعمل اخر خطوه خالص، وهي فرشه نظيفه احط الخلطه الخطيره اللي هي بعزل بيها اي حاجه، وبلزق برضو بيها، اللي هي بتكون مقدار غيرة على مقدار ورنيش مائي على نص مقدار من المية، وهدهن بقى بيها كل الصينية. وبعديها في الاخر اروح بعد ما تنشف، طبعا هديها 3 طبقات بينهم نشفان، بعد كده احط طبقة سبراي دوكو شفاف برضو واسيبه ينشف، وبعدين كمان طبقة واسيبه ينشف، علشان اضمن بقى ان اللي يستخدمها بعد كده يعرف ينضفها كويس، وحط عليها حاجة سخنة تفضل كويسة ومفيهاش اي مشاكل. يا رب اكون فدتكم. ما تنسوش بقى لايك وسيف وفولو لو على الانستجرام والتيك توك، وكومنت. مع السلامة. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش دعوة حلوة ولايك وسبسكرايب. مع السلامة.